سي الموجب عبيد، مرحبا بك. بك. كاتب عام بلدية الطويل. كاتب عام بلدية الطويل. طلبت من حق رد على اثر معنا السيكونس اللي هبطت السيد رئيس النيابه الخصوصيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في واقع الامر راهي تعدت الامور عاديه جدا على الاقل في تقديري الشخصي منذ تاريخ تنصيب النيابه. كي نشبه قانون رئيس البلديه تراه كاتب عام بلديه يخدم تحت سلطه الاشراف رئيس البلديه. المفروض هو انه هو رئيس نيابه جديد. التعامل الاول على الاقل الفتره الاولى باش يكون مع كاتب عام البلديه. ايوه. انا بعطيك اشاره فقط وحيده انه هو اول جلسه عقدها بعد توليه كانت بدون حضور الكاتب العام. ايوه. اول جلسه عقد في البلديه مع النيابه مع السيد رئيس النيابه الجديد تمت بدون حضور البلديه، تمت بدون حضور كاتب عام البلديه. والجلسه هذه كانت مخصصه لنقطه هامه اللي هي مسؤوليه. سامحني، عدم حضور كاتب عام البلديه في الجلسه الاولى هذه هل كانت بسبب تغيب الكاتب العام ولا بسبب لم يقع دعوته؟ لا الكاتب العام موجود ارتقى دعوته. ايوه. واضح. بعدها بالنسبه للاداره البلديه، الاداره البلديه شهدت انها تخدم على الراحه. النظافه ماشيه، الاداره ماشيه، المشاريع والحمد لله. انا شخصيا ما فهمتش بالضبط خاطر السيد رئيس النيابه الخصوصيه تقريبا عملت 3 اشهر تعاملت معاه مش 4 كما ذكر هو الساعه قبل ما تصير احداث نرجعوا لها بعد. باش نقول لك المرات تطبق فيهم قليله وقليله جدا. ايش يدل هذا؟ يدل على ان السيد جاي كما سبق وذكر هو في اول حديثه ان راه سمع كلام وما سمعش كلام باهي على كاتب عام البلديه. ايوه. دونك جاي بخلفيه معينه. دونك واضح من الاول من النهار اللي شد النيابه الخصوصيه واضح انه جاي راه يقول اعطيتها فرصه فهمت ولا باش خلال 4 شهور الاولاد او 3 شهور الاولاد اعطيتها فرصه فهمت ولا باش تتمتن العلاقات وتمشي الامور، الا ان الامور حبست وتعطلت. لا والله ماذا بينا هنا كان اكثر وضوح. شنو هو اللي مش ماشي؟ شنو هو بالضبط اللي قال مش ماشي في بلاديك؟ القيه خدامه مضيعين على العمل، القيه مشاريع راكده مش واخذ نيتها، القيه تشكيات من المواطنين في الاداره وهذا فين شنو بالضبط؟ تجدي وراك ما ثم حتى شيء ما كانش ماشي في البلديه. وصحيح هو عمل بلدي راهو ما ثماش عمل درجه الكمال راه وما ثماش انسان يجي يكون شكايات راه هذه طبيعي جدا لان هي ارضاء الناس لا تدرك راه. اما الانسان ديما يحاول يقدم احسن عمل وامثل عمل فيه بالامكانيات الموجوده. هو يعتبر ان مطلب اقالتك هو مطلب شعبي ومستشهد بمسيره 18 اكتوبر. كي نرجع مسيره 18 اكتوبر على الاقل انا وهذه الامور موثقه في الموقع نتاع سيادتكم. عندنا الجلسه اللي صاب احداث 18 اكتوبر كل ما كان وعابر كاتب عام بلديه انه غير متعاون مع مجلس البلدي بشهاده بعض اعضاء النيابه. ايوه. لم يذكر ان الكاتب العام فاسد ولم يذكر انه مرتشي. هذا كله لم تذكر. بطبيعه الحال في مسيره شعبيه في دار الشعب والبلديه يفصلهم شارع. بطبيعه الحال باش تكون بلديه هي الوجهه الاولى. وبطبيعه الحال في كل مسيره باش تخرج على ما يقولوش راه السيد هذا جاي لان كذا كذا والسيد هذا جاي ولا الكاتب العام من اجل النظام ولا الكاتب العام فاسد. باش نكونوا حتى باش ما نظلموا حق حتى حد. السيد كاتب مع البلديه يقول انا ما عندي حتى عداوه شخصيه مع سيد رئيس البلديه، يقول ما عندي حتى عداوه شخصيه ولا اغراض شخصيه مع سيد الكاتب العام. الكل ما في الامر ان اللي يمر البلديه مش ماشي، الاعمال معناها متعطله في سير الاداره البلديه متعطل. ايش تجاوبوا؟ انا قلت لك شنو هو السيد رئيس البلديه وذكر موضوع زي هذا كان الاحرى والاجدر به انه يذكر نقاط محدده. أيوة. شنو هو اللي قال مش ماشي؟ ايوه. ناخذ مثلا نعطيك مثلا زوز مواضيع هامه اللي هي في سماع المبادئ النظافه والمشاريع البلديه. ايوه. في جويليا الفارط في 2012 تعرف ان على مستوى الحكومه اقروا حملات استثنائيه للنظافه. في موقعكم بالذات خرج ان تطوير بين السبع الولايات اللي نجحت فيهم الحمله. ايوه صحيح. على مستوى المشاريع البلديه في نوفمبر 2012 وقع ملتقى في مدينه جربه حضروه بلديات مش تطوين بركه تطوين مدنيين قابس. تطوين كانت من احسن بلديات في سير المشاريع. ايوه. شو مش ماشي؟ معناها حسب رايك ان الامور البلديه ماشيه بالنسبه للامور 5 على 5. هذه راهي امور موثقه راهي. ايوه. هذه راه سهل نرجعوا لها ما نبدوش نحكوا في المطلق ما يجيش ندوي في المطلق في الامور زي هذه. أيوة. نرجعوا لها بالتفصيل راه. انا جمعتها لك راني خادم في البلديه تو 19 عام في التطوير مش امس ولا اليوم. أيوة. والمشهد البلديه نعرف حتى 2014 مبرر فيها البلديه. ايوه. ونعرف بالتفصيل كل مشروع وين وصل وش لازم وش مش لازم. أيوة. للتذكير فقط ان في سنه 2011
صحيح انا وقت البلاد تعاني في كنا نعاني في مأزق على مستوى المداخيل، ما ثماش مداخيل. ايوه. وهذا ما تعرف ان انت مازال مشاريع 2012 راك تمولهم من ميزانيه 2011 في جزء و2012. ايوه. وتعرف 2012 و2011 بالحق راهو بالنسبه للمداخيل تعرف كل بلديه عملنا مساعي بخلاف المساعدات اللي اقرتها الدوله للبلديات، احنا عملنا مساعي مع بعض الوزارات وجلبنا 500,000 دينار فقط بعنوان تمويل ذات المشاريع. ايوه. تمويل ذات المشاريع 2012 و2011. ما رفضتش العمل؟ لم ارفض اليوم العمل لليوم. ايوه. طلبت منه باش يخدم ولا يترك قال لي مانيش خادم ماني قاعد هنا. ها باش نعطيك اش صار بالضبط. ايوه. بالتفصيل بعد احداث 18 اكتوبر. ايوه. قبلنا رئيس البلديه قال لي اطلب نقله. ايوه. شنو واضحين. ايوه. قلت له لا ارى داعي للنقل. ايوه. انا راني كان ثم تهم فساد راهي القضاء اولى به. ايوه. ما عدا ذلك انا مش طالب نقل. شنو واضحين. ايوه. ولم يكتفي بذلك بل حتى بدي يقترح علي برا بلاصه فلانيه وبرا بلاصه فلانيه. ايوه. هذه ليست مش مرتب في كل الحالات. كان باحترامي لسيادته راهي مسيرتي المهنيه انا مسؤول عليها في الاول وفي الاخر. وقعت بعدها مساعي من داخل المجلس. قلت لها نشبه الحكايه شنو بصير بالضبط. ايوه. انا ابديت موافقتي والسيد رئيس النيابه رفض. ايوه. وحتى تو في اشاره هو قال هو تو يقعد في بيروه وما يخدم في شيء. أيوه. بطلب منه وبالحاح منه وباصرار منه. اني حتى بعد 18 اكتوبر عديد الملفات نجبدها ونحرك فيها. لا الكاتب عام لا. بالنهايه انا لا كريت مش الكاتب العام. لا جلسات تهم الكاتب العام لازم يحضرها ما يحضرش حتى استدعاء ما تعدلاش. ثم جلسات نصدق فيها كاتب عام شخصيا وما يبعثنيش. ثم ناقشت الميزانيه مثلا عديد المشاريع عديد الجلسات على مستوى الولايه ولا بتجي راهو دعوه فلان دعوه شخصيه ما تحليش. وبطبيعه الحال اني كاتب عام بلديه موظف عمومي المرة واول حاجه مطلوب من موظف عمومي الحضور. يعني اليوم الناس هذا نحضر توقيت اداري كامل. الكاتب عام بلديه جبت حتى مسألة الكفاءه. الكفاءه. ايوه. كما سبقت واشرتك اني راني تو كان نحسب الانسان بيحسب عمره. انا اللي قضيت قضيه التطوير اكثر من قضيتها في اي مكان اخر، اكثر حتى من مسقط راس. ايوه. خدمت 10 سنوات في المصلحه الفنيه مهندس اول و9 سنوات على مستوى الكتابه العامه. ايوه. في بالي من العيب الانسان يخدم هذه كل التوجيه نحكي عدم الكفاءه. ايوه. وعدم الكفاءه لا تقيم بالكلام راهي. تقيم بالارقام راهي. تحب نعطيك بعض المؤشرات خفيفه نعطيك ما عندي حتى اشكال راهي. نعطيك تطور الميزانيه من النهار اللي شدت كتب عام تو ثم تطور تقريبا 60%. البلديه انجزت في خلال الفتره هذه كل المشاريع منتجه بالمخطط. في النظافه الهاو تو ما زلنا من احسن بلديات على مستوى النظافه. رغم ان ثم تراجع على مستوى كل البلديات ولكن كلنا من احسن وانا راني خدمت ككاتب عام بلديه مع 5 مجالس بلديه متتاليه. وكان ثم تفاهم وتناغم. بقى ثم بصراحه عندي احساس ان المساله واخذها السيد رئيس النيابه مساله شخصيه لا غير. ما هو الحل وتو السيد الكاتب عام البلديه يقول اللي السيد رئيس البلديه يقول الكاتب عام ما يلزمنيش. خويا هذاك راه موضوع يهم هو انه وهذا من بين النقاط اللي جبدناها قلت بعد 18 اكتوبر قلت له اذا كان عندك رغبه في تغيير الكاتب العام راه قانون لك الصلاحيه في ذلك. ثم اجراء اداري يقوم به. وانا راني ككاتب عام بلديه راني نخدم تطوير في اي مكان ليس لدي اشكال في ذلك. انا راه في الاصل مهندس اول ومستعد نخدم تطوير راهي ولد بلادي اكثر مكان عشت فيه. أيوة. ولد عزه لي بصراحه كونت فيها صداقات عندي علاقات طيبه مع مختلف شرائح الناس هنا ما عنديش اشكاليات نمشي في الشارع عادي الناس كنت راحب بي الناس كنت نحكي معاها ما عندي حتى اشكال. والحمد لله ما نسمع حتى كان الكلمه الطيبه في كل بلاصه نمشي لها ونخدم التطوير في اي مكان ليس لدي اشكال في ذلك. العمل الاداري تو حاليا حسب السيد رئيس البلديه يقول هو يقوم بجميع الاعمال واللي انت الوضعيه نتاعك هي وضعيه معناها كان متجمد حاليا ما تقوم حتى عمل. هذا عنده طبعا تاثير على سير العمل الاداري داخل البلديه. بطبيعه الحال بطبيعه الحال. يعني كيفاش انت متقبل الوضعيه هذه؟ لان الوضعيه هذه مفروض عليها فرضاء. السياره البلديه اللي قايم عليها مشكله طبعا حاليا تقيم في الاداره البلديه فهمت ولا شنو حكايتها؟ السياره البلديه يعني عندي قرار استعمال. بطبيعه الحال هو ديما راهو قانونا باش واضحين. القرار ديما من رئيس البلديه. اما متى توفرت السياره ما ثماش داعي يعني باش تسحب. هو اتخذ قرار باش يسحبها لم اعرف في ذلك. ايوه.
تبقى مكتب ثم امور ماليه واداريه ترتب عليها. ايوه. فهنا في وقت نحكوا على شهر ماي وقت اللي طلب باش ترجع السياره انا هو بعث لي المراسله. وللاسف ما استناش حتى على قدر رجع على المراسله ونحكوا في الموضوع. بعدها من الغدوه الصباح طول كلف رئيس المركز بحجزها. ايوه. مع العلم انه هو حاجز المنحه الكليماتيه المخاوله للقانون بشهر ماي كامل. ايوه. وانا عندي زاد كيف زاد عندي عطل راجع بالنظر الفتره السابقه محقق متاع فيها بجميع الامتيازات. بما فيه السياره. بما فيه السياره. هو كل جي راجع الفتره اللي عندي فيها امتياز. دونك ناخذ فيها امتياز تاعي. زيد على ذلك باش نعطيك معلومه راهو حاجز عليه جزء من الامتياز اللي هو الكاربيرون هو البنزين من شهر فبراير. ايوه. وراهي امور كانت تحل ببساطه. سي مرجي بعبد تعتبر روحك بنت طويل. وقلت لي عديت 5 نيابات تقريبا اللي قدر قداش سنوات بميزان السنوات قداش؟ 5 نيابات هذا كاتب عام. كاتب عام. دون اعتبار 10 سنوات معناتها تقريبا بتخدم فتره طويله. بتخدم فتره طويله. قداش عندك تو؟ 19 عام. 19 عام ولا اكيد 10 سنوات في المسرح الفني كمهندس اول. 9 سنوات تقريبا في معناها الفتره هذه معناها خلاها اكيد تعمل فكره واضحه على الطويل وعلى الجو العام اكيد. فتره طويله فتره كبيره ياسر. ايوه. علمت فينا تعرف فيها. ايوه. ابي جيت عمل بلدي، عمل بلدي راه مش ساكن نتصور الاسرى. ايوه. عمل بلدي راه متشعب وصعيب و سي الكوتيديان مش كل يوم تخدم معاه. ايوه. وعلاقتي كانت طيبه مع مختلف النيابات والاشخاص اللي خدمت معاهم بما فيها النيابه هذه راه ما عندي حتى اشكال شخصي معاهم شدوها طيبه. بالمناسبه كان طلبت منك توجه رساله للسيد الكاتب العام للبلديه، السيد رئيس النيابه الخصوصيه بلديه تطاوين. ايش وجه ايش تقول؟ ايش باش نقول اني راني ككاتب عام بلديه كموجب عبيد ليس لدي اي اشكال شخصي معه. ايوه. بالنسبه للعمل البلدي يا خويا هل انا بسؤال هل انت مستعد تتفاعل معه؟ انا واجب نتفاعل معاه سي با انشواه بالنسبه لي. ايوه. انا كاتب عام بلديه لست مخيف من هذه. أيوة. ما نختاروش احنا كاداره ما نختاروش مع شكون نتعامل. اللي جينا لازم نتعاملوا معاه ما عندنا حتى اشكال. أيوة. في اطار احترام متبادل وكل انسان عنده معناها في اطار ما يسمح به القانون. هل انت مستعد تسلم لي السياره تو في الوقت الراهن؟ غدوه مثلا يقول لك اعطيني السياره تقول هي السياره. كما قلت لك السياره هات نقدوا ونشوفوا الامور الاداريه كيفاش. أيوة. وما عندها حتى اشكال. لو كان قرارات جديده ياخذها المجلس البلدي الجديد هذا فهمت ويطلب منك ربما انت ما تمشيش مع رؤيتك انت للوضع، مستعد انت باش تمشي معهم في الخط هذا ولا؟ شوف بالنسبه باش الوظيفه بالله دوله كاتب عام راهو القرارات راهو ياخذها المجلس البلدي. والكاتب عام البلديه راهو مكلف بالتنفيذ. معناها مهما قرارات مستعد باش تفاعل معه وتنفذ ايجابيا. قرارات راهو في اطار العمل البلدي. اطار نحكي دخل العمل البلدي. طبيعي جدا. ما ديما راهو ما تو اعطيني في اطار القانون طبعا. هو دوله كاتب عام شنو؟ هو ينفذ قرارات البلد ويخبر لك مستوى القانوني. راه ثم اعضاء النيابه راه ماش ناس كلهم يفهموا في القانون يفهموا في العمل البلدي مليح وهذه تجي قانون ما تجيش. دوله البلد كاتب عام بلديه انا نبه استشاره ومش فاهم القانون ومكلف بتنفيذ قرارات طبعا في اذا ما ثماش علاش في اطار ما توفر الامكانيات. اذا ما ثماش علاش يتعطل العمل الاداري. ما ثم حتى سبب مقنع بصراحه ثم حتى سبب مقنع. على كل هذه فرصه معنا كانت وفرناها ان شاء الله وان شاء الله تكون الامور راحت ان شاء الله تكون الامور راحت للراي العام ومشكور جدا في اللقاء في مناسبه اخرى ان شاء الله. مشكور.